فينا نتذكر عرضت لكم بعض الاشياء، قلت لكم الميليشيا قاعد تعاني من تصدع داخلي وفي مشاكل كبيره داخل الميليشيا. حتى وصيت انه يا جياشة منصاتنا دي نستغلها عشان نتكلم عن المشاكل داخل الميليشيا، السجون، الاعتقالات. تتذكروا قبل اسبوع كده؟ طيب امبارح زي ما شفتوا طلع كل المستخبي والكلام اللي كنا بنقوله طلع. اول حاجه النرجوب بعرت، ده واحد. الشيء الثاني سابرنا طلع طرش النظيف اللي كنا بنقوله يطرشوا. طيب يا جماعه، حاجه نثبت حاجه، الجماعه دي بقول لك والله يا اخي الملابس فرحانين بالنرجوبه، نحن النرجوبه ما فرحانين به بالمناسبه ولا راجين منه حاجه، ولا وجوده ده بغير في ارض المعركه شيء كبير جدا يعني لو جلوا ما جماعه كان عادي، ممكن كان تجربه مسيره في اي لفه يعني ما حيكون يوم طيس يعني. لكن نحن فرحانين من شنو؟ لانه شمتانين فيكم يا مليش، فرحتنا بالشماته فيكم بالمناسبه. دي الاشكاليه هنا اللي انتم ما فاهمين. احنا ما فرحانين لانه خلاص زول ده لاعب خطير والنرجوبه ده جاء عشان والله بحرر البلد لا لا لا، ده زولكم واحد من مؤسسين الاستخبارات بتاعت الميليشيا، فكونه يعمل واي ده واي عديل. هسه ده عمل كروك عليه عديل جرى ورر فرتك خلاكم كويس. زول قائد زي ده ومسؤول من كان من محور شمال دارفور، ولو بصمه بسيطكم يعني، كونه هو ذاته يقتنع انكم انتم ميليشيا ويصيج يخليكم، دي في حد ذاتها مشكله بالمناسبه، واحنا شمتانين في الحاجه دي. فرحتنا دي شماته، ما فرحه بانه هو جانا يعني. هو كان ممكن عادي لو ما دسه كان في مسيره تنتهي منه موضوع، بينتهي زي علي يعقوب زي اي فتره بالمناسبه. ده واحد. الشيء الثاني، اول حاجه اثبت انه انتم فعلا عندكم مشكله، انكم زولكم هسه النرجوبه ده طلعتوا نبسوه قبل يعني امس الصباح، اول امس الصباح كان بطل، امس بعد طلع منكم طلعتوا نبسوه قلتوا فوق ما لم يقل مالك في الخمر. ده بور انه الميليشيا ما عندها اخلاق، ما عندكم اخلاق. طبعا ما حاجه لموضوع السابنا، لكن كده خلينا مع النرجوبه. طيب كده بس تعالوا عشان اوريكم. وانا رصيتي ديما للبلابس، كله للبلابس. بالله يا بلابس ركزوا فيما تعانيه الميليشيا من معاناه، والشغل اللي كشفوا عليكم السابنا امبارح ده انا لي فتره قاعد اتكلم فيه. ركزوا في الفيديوهات اللي بتطلع، اللي بيجوا بيشتكوا رساله للسيد القائد، يا سيد القائد ما عندنا وعملوا لنا. ركزوا في ده الابواق المدفوعي الاجر الهرهور في الميديا ديل، ما يلخموكم بانه ما عارف الفلول فعلوا، يطلعوا لكم كلام كله كلام فارغ ساكت. موضوع ادم جانا برضه انا جاي له. طيب يا جماعه، تعال كده نمسكها واحده واحده كويس. تعال نمسكها واحده واحده. ده واحد عينه، ده بعد طبعا عربي ذاته ما بيعرف بيكتب. شوفوا ده امبارح طبعا، ده انفلات رسمي شغلهم ده. انا ما حقدر اقرا لكم الكلام ده، لكن ترجموه واقروا انتوا براكم. طبعا الكتابه دي جايبه من صدقل كويس. طيب دقيقه عشان بس تعرفوا يعني. عينه قال لك ده، قال شنو؟ قال محتار في البلاوي فرحانين بالنرجوبه، كيف زول خان مؤسسه الاكل الحلوه وخان دم اخوانه وخان الامهات الشهداء وخان مش عارف وخان في تك لا نحن ما قلنا لك احنا فرحانين لشنو؟ فرحانين لانه عرض خلاكم وجا انضم ل 56. ده جري عديل ما منكم فايده، عرفتوا؟ وجرى خلاكم لانه ما منكم فايده. طيب ده برضه طلع قال لك شنو؟ شوف طلعوه خاين بعد عن النرجوبه، قال لك الذي قام بتهريب موسى هلال الى الدبه. الاجمل ما في شيء هرار النبك قال لك ويعني ده وراه حاجات كثيره، ويعني لان يعني انه كنتوا ميليشيا، يعني انتوا شفشافه، يعني انتوا يعني انتوا مجرمين، يعني انتوا من امبارح قاعدين تقولوا واي والدرب راح لكم يعني. ده بيعني انه في انهيار يعني، ويعني ده انهيار داخلي بالمناسبه. وشايفين شكل البلوى الفتك المدون امبارح بين افراد الميليشيا في نياله وفي غير نياله. الحاجه ما بطلعوا عليكم. طيب شوفوا ده بقول في شنو. عينه ده قال شنو؟ ده شوف ده كله انفلات. قال حضن الوطن خلوه يا جماعه، شال كتير قبله، قال شال كتير قبلوا لنا صلبه، جاي خلونا نضاجع. شوف عين راح ليه الدرب. طيب عينه عين قال لك رساله في بريد عيال العيي، اي زول وقف في القضيه دي عشان قبيلتك طوالي خارج نفسك واكسب زمنك تاني. ما في مجاملات. في بدايه 450 ضابط كليه حربيه كانوا مع الدعم السريع سلموا الفلول، النتيجه كانت صفر. يعني شنو لو مشى لواء ولا جندي طوص فيكم جميعا. طبعا امبارح الشغل ده بقى لهم بمبي، الناس ديل راح لهم الدرب. شوفوا
قال لك النرقبة تاريخ لكن خربوها عيال المصارين البيض. عيال التيت اتحملوا عقباها لكن القضية مستمرة. عيال المصارين البيض ده المنيا تقدر تقول دير الماهرية بتقدر.